السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على المرض ديال السياتيك اولا كيف ما هو معروف عند الناس بوز اللوم اولا كنقولوا له عرق النساء. اذا قبل ما ندخلوا في الشرح ديال المرض فاحنا خصنا نعرفوا هذا العصب ديال السياتيك اولا عرق النساء منين جاي وفين كيمشي وشنو الوظيفه ديالو. اذا فالاصل ديال العصب ديال السياتيك فهو متكون كما تنقولوا من واحد الخمسه ديال العريقات اولا ديال الاعصاب اولا الاغصان اللي جايين من النخاع الشوكي، وكذلك هذا العصب هذا فهو كيكون جاي عن طريق النخاع الشوكي من عند الدماغ، ومن تيهبط لتحت كيبقى النخاع الشوكي كاين في القناه اللي كاينه وسط كما تنقولوا العمود الفقري، ومن بعد يعطي الاغصان، وهذوك الاغصان كيخرجوا وكيمشيو كيكونوا لنا العرق ديال السياتيك. هاد الاغصان فهما خمسه ديال الاغصان في كل جهه، واللي كيكونوا مكونين من ال 4 وال 5 والاس 1 والاس 2 والاس 3. من بعد هاد الاغصان هذه كتخرج من واحد القنوات صغيره من الجنب ديال الفقرات، ومن بعد كتكون لنا وسط الحوض ديالنا العرق الكبير كيف ما كتشوفوا في الصوره اللي كيتسمى عصب السياتيك. من بعد هذا العصب هذا فهو كيخرج من عند الحوض كيمشي اللور لعند الارداف. من بعد ملي كيهبط عند الارداف كيهبط في الفخذ وكيبقى اللور وكيبقى هابط. من بعد كينقسم على مستوى الحفره ديال الركبه من اللور، فهو كينقسم لجوج ديال الاعراش، وهذوك الاعراش كيهبطوا وكل وحده كتمشي كتعصب جهه من السيقان ديالنا ولا من السيقان ديالنا ومن رجلينا. العصب ديال السياتيك فهو كيعصب واحد المجموعه كبيره من العضلات ديال الفخذ وكذلك ديال الساق وديال الارجل، كذلك كيدخل حتى في الحساسيه، بمعنى ان كيدخل كما تقولوا في نقل السياله الحسيه سواء ديال اللمس اولا ديال الحراره اولا ديال الالم. وهكذا باش تعرفوا الوظيفه الكبيره اللي كيلعبها هذا العرق ديال السياتيك. كذلك باش نزيدكم في المعلومه ان العرق ديال السياتيك يعتبر اكبر عصب واطول عصب في الجسم ديالنا. اذا دابا غادي نتكلموا على الحريق ديال السياتيك. اذا كيف ما كتعرفوا فالحريق ديال السياتيك كيختلف على حساب شكون هو الغصن المتضرر، وكيف قلنا بان العرق ديال السياتيك فهو كيتكون من خمسه ديال الاغصان، ولكن الاغصان اللي هي كتكون لنا الاغلبيه الساحقه ديال الحالات المرضيه بالسياتيك وهو الغصن L5 وكذلك S1. علاش سمينا L5 وعلاش سمينا S1؟ ف L5 هو الغصن اللي خارج من الفقره رقم 5 ديال العمود الفقري ديال اسفل الظهر. كذلك العمود الفقري ديال اسفل الظهر كتجيه واحد العظمه اللي كتسمى عظمه العجز، اللي كيتكون من واحد 5 ديال الفقرات كتكون ملتحمه بعضياتها، واللي الفقره الاولى ديالو كتخرج منها واحد الغصن اللي سميناه S1. وهذا العظم ديال العجز فهو داك العظم اللي عندنا في الوسط ديال الارداف ديالنا وكيكون قاصح وكنقولوا له عظيم الطيور. اذا الفقره ديالو الاولى كتعطينا S1، وهذاك الغصن S1 حتى هو كيلتحق بالمجموعه اللي كتكون لنا العرق ديال السياتيك. اذا فبالنسبه للحريق ديال السياتيك فإلا كان L5 هو اللي فيه المشكل، فهذا الحريق كيهبط من اسفل الظهر وكيهبط على الارداف ديالنا من اللور. من بعد الحريق كيمشي لنا للفخذ ديالنا من اللور وكيمشي للجنب ديال الركبه، من بعد كيهبط على الجنب ديال الساق ديالنا باش يدوز على الكاحل وكيمشي للرجل ديالنا من الفوق وكيمشي حتى لعند الصباع الكبير. في حالة ما إلا كان الغصن S1 اللي هو متضرر فهنا الحريق كيخرج من أسفل الظهر كيبقى في الأرداف، من بعد الحريق كيبقى اللور في الفخذ ديالنا وكيمشي لنا من الركبة من اللور وكيبقى اللور على السيقان ديالنا. من بعد الحريق ملي كيوصل لنا للطالون ديال رجلينا وكيدوز على الرجل من التحت حتى كيوصل عند 3 صبيعات الاخرين ديالنا. وبالنسبة للشدة ديال الحريق كيكون الحريق بعض المرات خفيف، بعض المرات كيكون حريق متوسط، بعض المرات في بعض الحالات كيكون حريق اللي هو خايب بزاف وكيكون مجهد بزاف.
كذلك هذا الحريق ديال السياتيك فهو كيكون كيتزاد في الجهد ديالو، يعني من كنديروا الحركه اولا من كنكحبوا ولا بعض المرات هي كنعطسوا اولا في الجهد ديالنا، مثلا من كنكونوا في الطواليت كنديروا يعني كاكا ديالنا، فديك الزحمه ممكن تزيد لينا يعني في الحريق ديال السياتيك. وكذلك الى هزينا شي ثقله اولا تحنينا باش نهزوا شي حاجه، فهنا الحريق ديال السياتيك كيتجهد. كذلك ممكن نحسوا بواحد الاحساس ديال اننا ما مرتاحينش في رجلينا كامله، وكذلك حتى القوه ديال العضله ديالنا ما تتبقاش، يعني كتبقى تحس ديك الرجيله بحال كتعيالك بمقارنه مع الرجل الاخرى اللي ما فيهاش السياتيك. كذلك كيكون عندنا اضطرابات في الحساسيه، مثلا هي كتلمس رجلك كتعطيك الحريق، اولا كيكون فحال التنمال اولا تشواك يعني في الرجل ديالك، وكذلك ما كنقدوش يعني نحركوها، كيكون عليها واحد العيا بزاف. وبالنسبه لهذا الحريق ممكن نحسوا به كيخفف شي شويه، يعني من كنتكاو على ظهرنا وكذلك كنهزوا رجلينا يعني فوق شي مخده، فهنا الحريق ممكن ينخفض شي شويه. لهاد المشاكل هذه فممكن انني نعطيكم واحد يعني صوره قريبه باش تعرفوا كيفاش كيوقع لنا الحريق ديال السياتيك كيفاش كيكون. فهنا وهذه كلشي يكون عاشها، بعض المرات تنكونوا ناعسين على دراعنا وكنضغطوا يعني على اليد ديالنا، وبعض المرات كتنوض من النعاس كتلقى يديك يعني مبلوكيه وكتلقى فيها واحد الحريق كبير، وكذلك داك الحريق فمن كنحركوا صبيعاتنا يعني كيكون حرق كيتزاد في الجهد ديالو، وكذلك كنحسوا بالتنمال اولا التشواك بحال كيخرج لينا من صباعنا، وكذلك ما كنقدوش نحركوا يدينا وكنبداو شادين واحد الوضعيه معينه حتى كنتسناو شويه شويه حتى كتطلق لينا يدينا. اذا ممكن هذا الحريق هذا هو اللي كيكون مثله ملي كيكون فينا السياتيك في رجلينا. اذا فبالنسبه للاسباب ديال الحريق ديال السياتيك، فهذا فالسبب الرئيسي واللي كما تنقولوا هو الراس ديال السوق هو الفتقه ديال الظهر، اللي هو كيف ما كتشوفوا في الصوره كيكون عندنا داك كما تنقولوا واحد القرص غضروفي يعني القروج اللي كيكون ما بين الفقرات، اللي الوظيفه ديالو انها تخفض الضغط وتخلي كما تنقولوا ديك الليونه ديال العمود الفقري. فهذاك القرص الغضروفي او داك القروج فعنده واحد النواه الوسط، فهي ممكن تخرج وتمشي تقيس لينا غصن من الاغصان ديال السياتيك، وهذا هو السبب اللي كما تنقولوا كثير بزاف وكيسبب لنا الحريق ديال السياتيك. كاين حتى واحد المرض مزمن اللي كيقيس المفاصل ويقدر يقيس لنا المفاصل ديال العمود الفقري يعني السنسول ديال الظهر، وهذا كيعرف التلاشي يعني في الغضروف اولا في دوك الاقراص اللي هي ما بين الفقرات، وكذلك كيعرف مشاكل يعني في الفقرات، وهذا ممكن يعطينا التضيق ديال القناه اللي فيها النخاع الشوكي، فهذا سبب. وكذلك ممكن نعرفوا انزلاق ديال يعني فقره على وحده اخرى، وهذا هو ممكن يعطينا سياتيك. كذلك بعض الامراض الالتهابيه المزمنه اللي كتقيس لنا يعني العمود الفقري، كذلك بعض الادويه اللي كنديروها على شكل حقن، فنقدروا نقيسوا العصب ديال السياتيك الا ما احترمناش واحد المجموعه من الشروط. وداك الشيء علاش فمن كنبغيو نديروا الشوكه يعني في العضله ديال الارداف، فهنا كنمشيو على برا وبالفوق باش هكذا نكونوا بعاد على العصب ديال السياتيك. كذلك بعض التعفنات، ونقدروا ناخذوا على سبيل المثال فنقدروا نمرضوا بمرض السول اللي كيقيس لنا يعني السنسول او العمود الفقري ديال الظهر، وبالتالي يضغط على غصن من هذه الاغصان وبالتالي يبان لنا العلامات ديال السياتيك. كذلك الكسور اللي كتكون من بعد ان تعرضنا لشي حادثه سير او سقوط من شي بلاصه اللي هي عاليه وكيكونوا اضرار او هرس على مستوى الفقرات، فممكن يعطينا الحريق ديال السياتيك. كذلك الامراض السرطانيه، ممكن يعني السرطان اللي كيقيس يعني كما تنقولوا المكونات ديال العمود الفقري، وممكن تضغط او تقيس لنا يعني الاغصان اللي كتكون السياتيك، وبالتالي يبانوا لنا العلامات اللي تكلمت عليهم. ولكن كيف ما تنقولوا الراس ديال السوق اللي هو كما تقولوا السبب الرئيسي اللي كيتسبب لنا في السياتيك واللي كنشكوا فيه في الوهله الاولى، وهو الفتق ديال الظهر.
اذا شنو هما العوامل المساعده على الظهور ديال السياتيك؟ وهنا غادي نمشي نخصو الفتق ديال الظهر. اذا هنا بزاف ديال الناس تيكون عندهم يعني الخدمه كتكون شي شويه صعيبه وكيكون فيها يعني الحموله ديال الثقل، وبالتالي هذا بالاسباب الرئيسيه. وهذا كيقيس الناس اللي كيخدموا في البني يعني كيهزوا دائما الثقل، او لا كذلك الناس اللي كيخدموا في المارشي وكيهزوا الصنادق. فهذا هم هاد الناس هادو ولا جميع المهن اللي كيعرفوا انهم يهزوا الثقله فتيكونوا مهددين انهم يعني يمرضوا يعني بالسياتيك. كذلك حتى الوزن الزائد فهو عامل مساعد. كذلك باش ما ننساش الناس اللي كيكونوا خدامين موظفين وكيجلسوا في البيرو بزاف، فبالتالي هاد الناس هادو يعني كيكون عندهم ضعف على مستوى العضلات ديال اسفل الظهر، وبالتالي كيكون الضغط كله على السنسول او على العمود الفقري، وهنا كيكون عنده ضعف في العمود الفقري وكيكون اكثر عرضه انه يدير الفتق ديال الظهر وبالتالي يدير السياتيك. كذلك بعض الرياضات حتى هي كتعتمد على الثقل وبالخصوص يعني الحمل ديال الاثقال الميسكولاسيون، فهاد الناس هادو حتى هما اكثر عرضه. ولكن هنا دائما الرياضه خص تاخذ نصائح من الاستاذ ديال الرياضه باش هكا دير الحركه والتقنيه كيف ما هي، وحتى الثقل يكون على حساب يعني القدره ديالك وعلى حساب الكتله العضليه ديالك. داكشي علاش ان هاد الرياضه هذه خاصها تكون مؤطره وما تكونش بشكل عشوائي، لان الا كانت العشوائيه في الخدمه فهنا تتعرض راسك للسياتيك. كذلك النصيحه الناس اللي كيديروا الصباغه ولا كيديروا البني، هاد الناس هادو اللي كيكونوا كيخدموا يعني بالسلوم او لا دائما كيخدموا في المرتفعات، فهنا نصيحه لهم انهم يحترموا الشروط ديال السلامه باش انهم تحميهم من شي سقوط معين اللي ممكن يسبب لهم بزاف ديال الاضرار وبما فيها حتى يعني العلامات ديال السياتيك. اذا دابا غادي نتكلم على العلاج. اذا كيف ما كتعرفوا فالعلاج كنبداو بالراحه هي الاولى، زائد الوضعيات السليمه اللي تنصحوا بها الناس يعني يتكاو على ظهرهم ويهزوا يعني الرجيله ديالهم فوق شي مخده. كذلك كنعطيو ادويه مضاده للحريق او مضاده للالم، وهنا يعني على حسب الشده فهنا الدواء الاختيار ديالو كيختلف من مريض الى اخر. ولكن بعض الحالات اللي كيكون الحريق شديد وكيكون مستمر يعني ما تيبغيش ينخفض، او لا كيكون معاه علامات اخرى في حال انه الانسان كيعرف شلل او لا شبه شلل ديال الطرف ديالو او لا ديال رجليه، فهذا يعني كنلتحقوا يعني المستعجلات باش ندير التشخيص وناخذ العلاج المناسب. وهنا في بعض الحالات ممكن نمشيو حتى للجراحه. كذلك الجراحه يعني كنقدروا نمشيو ليها الناس اللي عندهم تضيق يعني كما تنقولوا يعني في السنسول، يعني في القناه اللي كيدوز منها النخاع يعني الشوكي. كذلك الناس اللي عندهم انزلاق ديال الفقرات، وكذلك الناس اللي عندهم يعني الفتق اللي تكلمنا عليه الفتق ديال الظهر، فهنا ممكن نحيدوا ديك الفتقه وبالتالي المريض كيرجع يعني كيتحيد له كيعرف واحد كما تنقولوا التحسن من بعد العمليه. هنا الناس اللي ممكن كذلك يديروا العمليه هو الناس اللي عنده الحريق اللي كيبرزطوا ديما مره كيبدا يجيه وكيبرزطوا في حياته يعني اليوميه، وكذلك كيبرزطوا حتى في الخدمه ديالو، او لا الحريق كيكون معايش معاه بشكل مستمر واخا يكون يعني الشده ديالو متوسطه، فهنا ممكن نلتجئوا للجراحه. اذا قبل ما نسالي فانا كنشكركم على التفاعل ديالكم، وكذلك كنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه. كذلك فإلا كانت عندكم شي اقتراحات ولا امراض بغيتوني نتكلم عليها فمرحبا بها. اذا دابا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله مع موضوع اخر في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.